عايزه اقول لكم السفره الجميله دي انا عملتها لناس عزاز عليا قوي، اوردر طلبوها مني وشكروني عليها جدا. الحمد لله ربنا وفقني فيها. شوربه السي فود، سلطه الطحينه، سلطه البابا غنوج، البتنجان والفلفل بالخل والثوم، الصبيط المقلي اللذيذ قوي ده، والدنيس الرائع قوي قوي ده، وسلطه خضراء مشكله فيها كل انواع الخضار الحمد لله. والقاروص، وطبعا الرز بالجمبري الرهيب جدا. وملك السفرة الجمبري اللي احنا هنعمله النهاردة ان شاء الله بطريقة سهلة جدا ولذيذة وطعمة قوي قوي، مش هتاخد وقت. جبنا الجمبري الجميل ده وغسلناه كويس قوي وصفناه بالمصفى. وبعدين قطعنا كمية فلفل كتيرة بقى كده، والليمون والفلفل الفلفل الأحمر والأخضر، والفلفل الأحمر والأخضر السبايسي كمان، والكمون والكزبرة والفلفل الأسمر والملح والشطة. وعندنا ليمون، وعندنا خل، وعندنا الخضار بقى اللي أنا مستخدماه ده. الأربع أصناف كرفس مهم جدا، كرفس وشبت وبقدونس وكزبرة. ضربناهم كلهم في الكبة، فرمناهم فرمة حلوة كده. وبعدين طبعا ريحتهم رائعة يعني فظيعة. وضفنا عليهم البهارات بتاعتنا اللي احنا قلنا عليها، الكمون والكزبرة والملح والفلفل والشطة. ما بنستخدمش بهارات في الجمبري اكتر من كده. وحطينا شوية عصير ليمون كمان، وشوية خل صغيرين. الريحة عايزة اقول لكم تجنن جدا، رائعة جدا. انا مستخدمه كميه كبيره لان ما شاء الله الاصناف كتيره، واستخدمت كل حاجه. طبعا السمك بيعز التوم قوي 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 يعني، والفلفل والحاجات دي. جبنا بقى وعلى فكره مش السمك بس، الخلطه دي ممكن تحطها في التلاجة عندك، تعمليها من اسبوع لاسبوع، تحتفظي بيها ببرطمان كويس، وتحط على وشها زيت، وتستخدميها في كل حاجه، في بتنجان، في اي حاجه يعني، في سمك، في تحبيش الطماطم المحبشه. لاي حاجه الحقيقه انا بستخدمها. جبنا حلة كبيرة ما شاء الله، وحطينا فيها الزبدة والزيت، وحطينا معلقتين 3 من الخلطة السحرية الرهيبة دي. الريحة رائعة رائعة رائعة. ومجرد ما شميت ريحة التوم كده طالع، رحت نازلة بالبصل. البصل طبعا مقطعاه مكعبات كده زي ما انتم شايفين، لان انا مقطعه كل الخضار نفس التقطيعه بتاعه البصل. يا دوب البصل كده يدبل معايا، واجي حاطه الخضار بتاعي، الفلفل الالوان الاحمر الاصفر الاخضر. حاجات مبهجه جدا 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 ورائعه جدا جدا. والحقيقه انا مسميه الاكله دي اكله السعاده، لان هي الوانها مبهجه جدا، ولون وطعمها وريحتها. الجمبري ده اكله فظيعه جدا حقيقه. الف هنا وشفا للي اكل يا رب. بنقلب مع بعض شوية. بعد كده بنجيب، بعد ما بنقلب الخضار مع البصل مع الثوم الخلطة الحلوة دي، بنجيب الجزر المبشور. بشرنا طبعا شوية جزر حلوين كده مع الخضار اللي انا قلت لكم عليه في الاول، اللي هو الكرفس والبقدونس والشبت والكزبرة الخضراء. بنقلبهم تقليبة حلوة مع بعض جدا جدا، يشربوا من بعض كده وياخدوا ويدوا لون مع بعض على النار. وبنغطي عليهم حوالي، طبعا احنا هنا ضفنا اهو شوية زيت كمان. وبنقلبهم تاني. بعد كده بعد ما بنقلبهم تقليبة حلوة، بنغطي عليهم حوالي 5 دقايق ياخدوا ويدوا مع بعض كده. وبعدين بنكشفهم. شامين الريحة يا جماعة فظيعة والله العظيم، تحفة. هنضيف الطماطم مقطعينها بنفس تقطيعة الخضار. كل الخضار يا جماعة بيتقطع تقطيعة واحدة. بعد ما حطينا الطماطم وقلبناها تقليبة كده، طبعا الطماطم انا شايلة منها البذر وشايلة منها المية اللي بتبقى في النص. بنحط طبعا بعد كده دلوقتي الفلفل الاحمر. بزود لان ده كان مطلوب انها تبقى ان هو يبقى سبايسي قوي. بزود فلفل اخضر وفلفل احمر سبايسي، مع توم كمان زيادة قطع كبيرة شوية. انا بضيف توم ايوه، وبضيف فلفل، بس في ناس بتحبه سبايسي قوي وناس لا. بس هي اضافة التوم دي اساسية بصراحة، لان قطع التوم لازم تكون باينة كمان، الى جانب التوم اللي احنا فرمناه في الاول. بعد ما خدت ودت مع بعضها كده، بنضيف بقى الاستاذ جمبري الجميل اللذيذ ما شاء الله ده. وبنحط عليه برضو عصير ليمون زيادة، وبنحط شوية كمون وشوية كزبرة ناشفة. وبنقلبه تقليبة حلوة كده. ادي الكزبرة الناشفة تمام.
وبنقلبه تقليبة حلوة. خد معايا في التسوية لأن ما شاء الله الكمية كانت كبيرة، فخد معايا في التسوية حوالي 25 دقيقة، مش أقل من كده. ممكن يكون أكتر دقيقة أو اتنين، بس تقريبا هو 25 دقيقة، لأنه لازم يكون مستوي التسوية اللي احنا عارفينها، لأنه ما بياخدش وقت في السوى، بس هو عشان الكمية كانت كبيرة فأنا يعني زودت الكمية. يعني خليت الدقايق دبل شوية، يعني بدل 15 دقيقة أو بدل 12 دقيقة خليتهم 25 28 دقيقة كده، عشان بس يبقى إيه ما يبقاش ناشف. دي آخر مرحلة كشفنا عليه. خلاص كده الجمبري خلاص بيقول يا جماعة كلوني كلوني. من فضلكم لو وصلتوا معايا للمرحلة دي يا ريت اشتراك في القناة وكومنت ظريف كده، يا ريت تشجعوني بيه، وأشكركم جدا. مطبخ سوسو بيشكركم، وإلى اللقاء. باي باي.